قال وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير هي الشمس، السراج المنير هي الشمس، ولكن هذا الوصف من أجمل. طبعا هذا تشبيه بليغ، يعني هو النبي ليس سراجا، هو كالسراج المنير. إذا حذفت أداة الشبه أصبح إيه؟ تشبيها بليغا. نعم، يعني كالسراج المنير، علي أسد ومحمد قمر، علي كالأسد محمد كالقمر، تشبيه بليغ. وسراجا منيرا أي كالسراج المنير. هذا من أجمل التشبيهات على الإطلاق ومن أدقها وأنسبها بالمقام، وأنسبها بالمقام. لماذا؟ لأنه يحكي معنيين، يشير إلى معنيين. المعنى الأول أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هو نفسه ووحيه برهان حقيته وصدقيته. إذا تتأمل في أنت، في النبي نفسه، في أخلاقه، في شكله، في خلقته، في وضعه، تعرف أنه نبي كالسراج. الشمس لا تريد برهانا على أنها إيه؟ الشمس المضيئة أبدا، لكنها إلى ذلكم ومع ذلكم تضيء الكون، صحيح؟ وتهدي الناس ونسعى طلبا لفضل الله في ضوء نهارها، في ضوء إيه؟ شعاعها. كذلكم النبي أيضا، فضلا عن أنه هو في ذاته برهان ذاته، برهان نبوته، مؤيد إيه؟ حقية رسالته. سبحان الله، أتى بوحي وأحكام وشرائع ومواعظ أيها الإخوة تهدي الناس في حياتهم أيضا. جميل هذا التشبيه، سراج منير، هو في ذاته سراج، وأيضا يهدي إيه؟ يهدي الناس، يهدي الخلق. هذا معنى كونه سراجا منيرا. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك بالخبر. شاعر يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه، مجرد أن تنظر إلى محمد تعلم أنه رسول، أنت مباشرة تعلم أنه رسول عليه الصلاة وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم اجعلنا من أهل فضلك ولا